براء العوور، أهلا وسهلا فيكي. يا هلا رادا، أهلا فيكي. أنت فنانة ورسامة ومصممة شخصيات. اليوم رح نحكي شوي عن تصميم الشخصيات. فيك تعطينا شوي كيف بتبلشي شخصياتك وإلهامك بيجي من وين؟ يمكن فعليا الشخصية هي كانت البوابة الأولى لإلي في عالم الفن عموما، مش بس فقط في كتب الأطفال. من وأنا كتير صغيرة كنت بعشق رسم الشخصيات أو تصميمها من خلال الورق أو من خلال الدمى والعرايس. بتذكر كتير منيح، كنا في غزة عندنا طقوس دائما في آخر يوم إجازة بالمدرسة، كل الأطفال بيرموا كل الورق اللي باقي من المدرسة بالشوارع، فأنا كان هذا اليوم المفضل، كنت منزل الشارع بختار كل الورق المنيح للاستخدام وبعمل له زي إعادة تدوير. بصمم من خلال هذا الورق، بجمعه بخيطه، بعمل نوت بوكس وبصمم الغلاف بنفسي، وبجهز مجموعة دفاتر لحتى تكون دفاتر رسم لإلي طول الإجازة. فأكتر إشي كنت دائما بحب أرسمه أو أبلش فيه هو الشخصيات. وأنا صغيرة كان عندي كتير أصحاب بالحارة، دائما بنلعب، دائما كنت إنسانة كتير أكتف، كتير فضولية، كتير بحب أستكشف. بس مع هيك كنت دائما بحس انه الاصحاب اللي حواليا مش مكفيني، دائما بدي اصحاب مش موجودين في حياتي الحقيقيه، مش موجودين في عالم الواقعي. فلهيك كنت بستعين بالرسم وصناعه الدمى والخياطه والامور هاي كلها، بحيث اني اخلق شخصيات زي ما انا بدي، الشخصيات اللي انا حابه تكون موجوده بحياتي. طبعا بحب تكون شخصيات خياليه، شخصيات بتلبس بالطريقه اللي انا بحبها، بتحكي بالطريقه اللي انا بحبها. فكنت كتير يا اما ارسمهم بالورق والون الشخصيات، بعدين بقصها وبتصير زي دميه كرتونيه او ورقيه، أو برسمها دائما من خلال قصص هيك بسيطة عفوية بالدفاتر. أو كنت كتير بحب أصنع دمى من الأقمشة اللي بتكون زيادة في البيت، دائما كنت بجمعها، بحاول أصنع دمى بخيطها بإيدي وبحب ألبسها وأعملها ستايل على ذوقي، بحب أعمل بوريك شعر، كنت بحب أعملها أحذية وكل شيء. فبلش عالمي من هنا، عالم الفن عموما مش بس كتب الأطفال. وبعدين لما انتقلت لكيف بدي أكون رسامة كتاب أطفال، لما قررت إني بدي أكون رسامة كتب أطفال، كمان بلشت بالشخصية. كنت دائما أحاول أصور الناس اللي بشوفهم بحياتي اليومية، سواء ناس بعرفهم ما بعرفهم، أشخاص كبار صغار، من كل الألوان، من كل الستايلات. وبحاول دائما كنت أعيد رسم هؤلاء الأشخاص وأعيد رسم ملامحهم بطريقة الإلستريشن، بحيث إنه يكونوا جاهزين ينحطوا جوا كتاب أطفال. براء، أنت فنك على طول بياخدنا، بيدمج بين ذاكرة وخيال. خبرينا شوي عن هالدمج اللي عندك إياه. أنا صراحة كتير بحب أركز على المواضيع العميقة اللي بتفتش شو جوا الإنسان أكتر ما هو شو بحس من برا. موضوع الذاكرة بالنسبة لإلي هي مش شيء ثابت، بتتحرك. وين أنت بتكون معك ذاكرتك، بتتطور معك، بتبنيها وبتبنيك، بتأثر فيك وبتأثر فيها. يعني حتى بحس إنه أكثر شيء يمكن من مصادر الإلهام اللي عندي هو ذاكرة الطفولة اللي موجودة عندي. بحس إنه أنا كتير متعلقة بطفولتي. آه، أنا تربيت بغزة. غزة كانت بيئة فقيرة تعتبر، فيها ما فيها إمكانيات كتيرة، بس أنا كان عندي عالم الخاص اللي كنت أصنعه بنفسي، زي ما حكيت لك موضوع الدمى والعرايس وتصميم الشخصيات ورسم القصص طول الوقت. فكنت دائما عندي هذا العالم اللي أنا كتير مبسوطة فيه. هيدا وكنت بحد زي ما ذاته عالم كله إبداع. الحمد لله. وكنت لما بحس انه دائما بحس انه كانت بغزة بالوقت زمان، يعني بطفولتي ما كان عندنا هاي النوعية من الكتب اللي جودتها عالية نطلع فيها ونشوف رسوماتها، فما كانت تكفيني. فكنت دائما احاول، بدور دائما على اشياء جديدة، بفتش على مصادر جديدة. فدائما هاي الاشياء اللي انا لما بتذكرها لما كنت صغيرة، بحس بشكل تلقائي بخلقها معايا أثناء رسم الكتب حاليا وأنا كبيرة. يعني أنا بحس إنه إحنا كل الناس، كل البشر مرتبطين بطفولتهم قد ما يكبروا. يعني هلأ أنا أتحدى إنه في شخص واحد على وجه الكرة الأرضية نسي ذكرى أول يوم له بالمدرسة. يعني هذا أنا بحس إنه مستحيل أي شخص ينساها. أنا بتذكر أول يوم بالمدرسة، وين قعدت، وشو كان شكل صفي، شو كان ترتيب البنوك، مين الصبية اللي كان، مين الطفلة اللي كانت قاعدة جنبي، شو كان معي سندويشة بالشنطة. كل شيء بتذكر بهذاك اليوم. هيدا أحلى شيء هيدا. فالذاكرة بالضبط، فالذاكرة أصلا هي اللي بتغني أي عمل فني. والفن
احنا بنستخدمه لحتى اصلا نعيد خلق هاي الذاكرة، لحتى نعيد ترتيبها، او حتى نعيد ابتكارها بالطريقة اللي بتواكب الحياة اللي احنا بنعيشها حاليا. فالشخصية او الفكرة بتنولد من تلاقي هاي الثلاث مساحات مع بعض: ذاكرة وفن وخيال. وبالنسبة لي الخيال هو الهواء اللي بيتنفسه الفن. أنا بتنفس خيال، أنا بحس نفسي عن جد إنسانة تتنفس خيال، وبحب شخصياتي وأعمالي تتنفس هذا الخيال معي. شو فدائما حلو، كثير شو بيسألوني حلو، إنه شو أنت، حلو كثير هالإحساس. بيسألوني إنه أنت كيف هيك عندك خيال واسع. فأنا بحس إنه هو موجود معي من وأنا صغيرة، لأني الموضوع بيحتاج نوع من التدريب والترويض، إنه أنت تتمرني نفسك تشوفي الأشياء بعين الخيال. وهذا اللي أنا كنت بشتغل على حالي فيه من وأنا صغيرة، وكبرت وأنا هيك، والحمد لله هذا الإشي صار كتير منعكس بكتب الأطفال أو بشغلي بأدب الأطفال. واللي أنا بحس إنه هو كتير مهم لما إحنا بنتوجه للأطفال، إنه نعزز هذا الفن بالخيال، نخليهم يتنفسوا خيال من خلال الفن. يعني بتذكر كان في واحدة من الوركشوبس أو البانل توكس اللي كنت مشاركة فيها بالشارقة بأبريل، بمهرجان الشارقة القرائي. كانت الوركشوب أو البانل بتحكي عن موضوع الخيال في كتب الأطفال. ففي شخص من الحضور سأل سؤال كتير عميق وكتير مهم وكتير غريب. سأل إنه أنتوا ليش بترسموا خيال بكتب الأطفال؟ ليه ما بترسموا الواقع وبس؟ شو بنستفيد من رسم الخيال في كتب الأطفال؟ فببساطة يمكن الجواب الأبسط جواب لهذا السؤال إنه إحنا ليه أصلا لا نرسم الواقع طالما هو موجود بكل مكان وإحنا عايشينه طول الوقت. الطفل اوريدي عايش الواقع وشايفه، هو ما محتاجه جوا الكتاب. إحنا بدنا الكتاب اللي يخاطب الحواس اللي الطفل نفسه ما قادر يستكشفها بالواقع. الطفل عنده إمكانيات، عنده ذكاء عالي جدا، عنده حواس بجسمه بحياته بيقدر يستكشفها فقط من خلال كتب الأطفال اللي موجود فيها هذا الخيال. براء على قصة الشخصيات، بأمريكا عندهم بينات، فرنسا أستريكس، بلجيكا تنتان، إيطاليا كورتو مالتيزي. بنطلع على العالم العربي: عماد حجاج أبو محجوب، ناجي العلي الحنظلة، معتز صواف عزو، إدغار أحو، رامح الجمل. برأيك الكاركترات العربية حتى تقدر تطلع للعالمية، شو الكرايتيريا يلي لازم يكون عندها إياها؟ أنا صراحة كتير بآمن إنه الفنان العربي عنده خيال كتير واسع وخيال غني جدا. والبيئة العربية بيئة كتير غنية بالتفاصيل، غنية بالرموز، غنية بالثقافات. عندنا ثقافات عربية كتير متنوعة لكل بلد، وما بتشبه أي مكان تاني بالعالم. بس لحتى توصل هاي الشخصية للعالمية بدها بيئة صح تحتويها. أولا نحتاج إحنا كفنانين لمساحات إنتاج لهاي الشخصيات بما فيها الوقت والدعم. وأهم شيء موضوع الوقت. إحنا عنا مثلا لما بنشتغل على كتب أطفال أو شخصية في كتاب أطفال مثلا، غالبا الناشر بيكون كتير مستعجل، بده الكتاب كتير بسرعة. ما معنا وقت إحنا نفكر كتير بعمق أكتر بهاي الشخصية. بس اللي إحنا عن جد بنحتاجه، الفنان العربي بيحتاج إنه ياخد وقته كفاية، مش ليرسم 10 شخصيات مع بعض في مرة واحدة، لا، لحتى يرسم شخصية واحدة بعمق كافي، من خلال بحث، تجربة، اختبار. آه، كمان بحس إنه لازم نعطي فرصة للفنان إنه يفهم شخصيته على المستوى الإنساني ومش فقط الفني. لأنه أنا كتير بآمن إنه بناء الشخصية بيحتاج إنك تبني علاقة أولا مع هاي الشخصية، إنك تكبر معها، تتطور معها، تعيش معها. هذا الكثير يمكن أشياء بنشوفه بنلمسه بالشخصيات اللي أنت ذكرتيها كنماذج أجنبية. روحي اسألي أي فنان منهم ممكن يحكي لك: أنا كل يوم بحكي مع هاي الشخصية، كل يوم بشرب معها قهوة، كل يوم بتفقدها، كل يوم بحاول ألبسها شيء جديد لحد ما أوصل للشيء اللي إحنا التنين متفقين عليه. بينما في عالمنا العربي ممكن لما حدا يحكي هيك يقول لك: شو هو مجنون ولا شو؟ يعني شو بتحكي مع شخصية؟ يعني أنت بس ارسم وخلص. فلا، إحنا محتاجين نوصل لفهم، للقيمة الإنسانية اللي إحنا بنضيفها في هذا العمل الفني، في هذه الشخصية اللي إحنا نشتغلها. حلو. وتاني شيء مهم، احنا محتاجين لمنصات نشر وتوزيع عربية بتشوف قيمة الشخصية، مش فقط بتشوفها كمنتج تجاري وبتروج لها كمنتج تجاري. الأشياء التجارية غالبا لها عمر افتراضي وبتنتهي، لكن الشخصية اللي بتلامس البعد الإنساني
هي اللي بتستمر وهي اللي اللي بتضل وهي اللي بتستمر. بتكمل. زي الشخصيات اللي حكيتيها ذكرتها في العالم العربي او الغربي. يعني انا بتذكر كثير اني وانا صغيره كنت كثير احب شخصيه بكار. بكار كان شخصيه مصريه موجوده في مسلسل كرتوني اسمه بكار، وكان بكار شخصيه من الصعيد. كنت كثير احب احضر بكار، كنت احس حالي بزور الصعيد او بزور مصر من خلال هاي الشخصيه، من خلال بكار. ف كمان الشخصية لحتى تكون عالمية بلزمها شيئين. أول شيء إنها تقدر تلامس وتحاكي الإنسان في كل مكان في العالم، مش فقط في بيئتك أنت الخاصة كفنان. وتاني شيء، وهذا شيء كتير مهم بالنسبة لإلي، هو مصداقية هذه الشخصية. الشخصيات بتصير عالمية مش لأنها انشهرت أو لأنها موجهة للعالم، إنما بتكون عالمية لأنها بتكون صادقة مع نفسها، والفنان بيكون صادق مع نفسه أثناء ابتكار هذه الشخصية وتطويرها على مدى سنين. كتبت ورسمت أكثر من 40 كتاب ومنشورين حول العالم ومترجمين لعدة لغات: إنجليزي، إيطالياني، برتغالي، كوريان، تركيش وتشاينيز. شو كان أكثر تحديات بالنشر لما بتعملي الكتب؟ صراحة مجال النشر مجال كتير حلو، بس كمان كتير 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 صعب. يمكن الناس المعنيين بهذه الوظيفة هم اللي بيفهموا أكثر شيء صعوبة هذا المجال. آه، الناس بالنهاية بتتلقى الكتاب كنتيجة نهائية، بفكروا إنه صار كتير بسرعة أو تم إنتاجه كتير بسرعة، ولكن هذا مش الحقيقة. في وراء الستار دائما تفاصيل ما حد بيعرفها إلا الشخص اللي بيشتغل على الكتاب. صراحة يمكن أكتر تحدي بواجهه حاليا، وتحديدا حاليا مؤخرا، هو إنه كيف أوازن بين صوت الفني وبين صوت السوق. دائما السوق له متطلباته، في معايير تجارية الكتب بتخضع لإلها، ودائما في تحدي كبير ما بين إنه أعمل موازنة ما بين هذه التوقعات اللي السوق بيستناها أو بينتظرها، وبين صوت الفني الحقيقي اللي أنا بشوفه حقيقي ولازم يكون موجود داخل الكتاب. أنا كتير بآمن إنه الطفل بيستحق منا كتب صادقة، كتب حقيقية. والبحث عن هذا التوازن بين السوق وبين الفن الحقيقي الموجه للطفل صراحة مرهق ومش سهل، ويمكن من عن جد من أكثر التحديات اللي بواجهها. وكمان في تحدي له علاقة بالترجمة الثقافية للكتب والأعمال الفنية اللي بتنتجها في كتب الأطفال العربية. وزي لما حكيتي إنه كيف الكتابة بتترجم لعدة لغات، كتبي في كتب لي ترجمت للإنجليش، للكوري، للصيني، البرتغالي، للإيطالي، للتركي، وللغات تانية كتير. فكنت دائما بحاول أشتغل الكتاب بحيث إنه يكون قابل للقراءة أو للفهم في أي ثقافة بنوجد فيها هذا الكتاب، بحيث إنه الشخص في إيطاليا، الشخص في كوريا، لما بيقرأ كتبي من ناحية بصرية يكون عنده القدرة إنه يفهم ويعيش التجربة معي داخل هذا الكتاب. وفي شغلة تانية مهمة جدا يمكن كل رسامين كتب الأطفال بيعانوا منها، هي إنه صناعة الكتب عملية كتير بطيئة. وأول شيء تستنزف الطاقة على مدار السنة كاملة مثلا، بتستنزف طاقة، بتستنزف مواد، بتستنزف جهد. بس بالنهاية أول شيء الإنتاج بطيء. ثاني شيء بتلاقي إنك أنت حطيت طاقة كتير كبيرة بس العائد المادي قليل مقارنة بهذه الطاقة أو بهذا الوقت الطويل اللي أنت اشتغلت من خلاله. واحنا كلنا كرسامين عرب دائما عن جد بنبحث عن بنية إنتاجية حقيقية في العالم العربي. يعني مثلا أنا على صعيدي الشخصي في كتب أنا اشتغلتها لوحدي، رسمتها وكتبتها، بس لحتى الآن ما تم نشرها واشتغلتها من سنوات، لأنه ما بنلاقي هذه الفرصة إنه إحنا يكون عندنا ناشرين جاهزين يستقبلوا أعمالنا اللي إحنا نشتغلها خلال بشكل شخصي أو منفصل مش من خلال دار نشر. بتلاقينا بنشارك بجوائز بهاي الأعمال وبتفوز، بنشارك بمعارض وبتشوفها الناس والناس بتنبسط فيها وبتتفاعل معها. بس لما بنيجي عند النشر ممكن أقدم كتابي مثلا على دار نشر وتقول لي الكتاب بجنن حلو، بس حاليا إحنا متطلبات السوق مش هيك، أو مثلا مش هذا الترند الرائج، عندنا ترند معين وبنمشي معاه وبدنا هيك يعني مثلا بدل هذا الكتاب حطيه على الجانب نشوفه بعدين، شو رأيك تشتغلي لنا موضوع تاني له علاقة باللي موجود حاليا بالسوق ومن هالحكي. ف
فهي يمكن أكثر التحديات اللي بحس إنها موجودة بعالم صناعة واجهتيها. كتب الأطفال، وبتواجه الرسامين تحديدا. وبحس إنه أكثر تحدي هو إنك تضل عن جد مؤمن بالكتاب، إنه مهما الدنيا طلعت ونزلت، مهما السوق طلع ونزل، مهما قوة الشراء ضعفت أو قويت، لازم تضل مآمن إنه الكتاب له دوره في الحياة، مش بس دوره في السوق، لا دوره في حياته، خصوصا حياة الطفل. أنا بحس إنه أو بعتبر إنه أي ولي أمر بيعمل إشي كتير عظيم لطفله بإنه يقتني له كتاب ويحطه عنده بغرفته، ويخليه جزء من أشياء أو جزء من أدواته اليومية، جزء من حياته. يعني أنا كتير صراحة بستغرب وبيؤسفني أحكي هذا الإشي، إنه في أهالي عندهم استعداد يشتروا لأطفالهم ألعاب بالمبلغ الفلاني، ولكن عند شراء كتاب بسيط بمبلغ كتير بسيط ما بيكون عنده هذه الحماسة أو هذه الرغبة، رغم مع إنه العلم هيدا أحلى الكتاب انفستمنت على يعني الأولاد. كتير مهم لحياة الطفل. أنت بتخلق طفل، يعني بتخلق شخصية من خلال كتب الأطفال. هيدا نوع من الانفستمنت اللي عم تعمله على أولادك لما بتكوني عم توجهيهم بهيدي الطريقة. بالضبط. مزبوط. براء، عرضتي رسوماتك بعدة بلاتفورمز، منها معرض للرسم ببولونيا، عملتي كمان بجنيفا بالشارقة بمانيلا، وعملتي معرض باسطنبول وإيطاليا، وكنتي ليدر بعدة وركشوب، وأبدعتي بجلسات حوارية كمان بالأردن، السعودية، الإمارات، الدنمارك. اسم الله، منعدلك كتير. هالإنكاونتر العالمية شو خلتك تكتشفي عن شغلك؟ كنت كتير أتفاجأ قديش الناس مهتمين يعرفوا عن تجربتي الإنسانية، عن مصادر إلهامي، عن كيف اشتغلت هذا الكتاب، شو الأدوات اللي حطيتها بهاي الرسمة، شو التقنيات اللي استخدمتها، ليه رسمت هيك مش هيك. كنت بفكر إنه ممكن بس يحكوا هذا العمل حلو أو مش حلو، بس لا، لقيت إنه عندهم اهتمام بأدق التفاصيل. واكتشفت مع الوقت كمان قديش أنت بتحط من ثقافتك اللي بتخص بلدك في عملك الفني، قديش بيكون ناجح أكتر لما بتعرضه في منصات دولية وعالمية، لأنه عندك جريت هم سيجنتشر. بدوروا على كيف أنت بتشوف وبتعبر عن ثقافتك وعن بلدك من خلال هاي الأعمال. فكنت دائما أحس إنه الأعمال اللي فيها رموز الفلسطينية، التطريزات، الأماكن الفلسطينية، دائما عليها نوع من التفاعل الغريب هيك العجيب. الناس كتير تتفاعل معها، كتير بتحب تفهم شو هاي. يعني أنا اكتشفت مثلا بآخر زيارة إلي بإيطاليا كانت الشهر الماضي، اكتشفت إن أنا حكيت عن كل تاريخ فلسطين بس من خلال رسوماتي. اكتشفت إنه الناس صارت تعرف كتير أشياء عن فلسطين من خلال هاي الرسومات. وتخيلي لو هاي الأعمال كمان كلها بتكون مترجمة، بتكون بتسهل أكتر إنه الناس تعرف وتكتشف حتى بدون وجود الفنان. فهاي المنصات الدولية هي عن جد مساحة حقيقية للتبادل الثقافي وللتبادل الفني وللتبادل الإنساني بالدرجة الأساسية. 100%. وكتير مهمة. وعلمتني إنه الفن عن جد لما بيكون صادق، الشخصيات نفسها بتسافر قبلك. يعني أنا بتذكر وأنا صغيرة كنت ألعب دائما على الكمبيوتر لعبة الإجابة عن السؤال بصورة. فكنت دائما أختار إجابة سؤال ضع صورة بيتك المستقبلي، كنت دائما أحط طيارة. ما بعرف ليه دائما كنت أختار الطيارة. بس لما كبرت وصرت رسامة كتب أطفال فهمت إنه الطيارة هاي هي كتابي، الكتاب اللي بيسافر قبلي، الكتب اللي وصلت لكل مكان قبل ما حتى أنا أطلع من غزة لأول مرة. أنا أول مرة طلعت من غزة كانت في 2021، وأنا بلشت رسم كتب أطفال من حوالي 2016. تخيلي طول هالسنوات أنا ما سافرت، لكن أعمالي سافرت، شخصياتي سافرت، كتبي سافرت، والناس صارت تتفاعل معها بكل مكان. حتى لما سافرت لأول مرة انصدمت قديش في ناس بتعرفني على أرض الواقع مع إنه أنا ما بعرفها. عرفوني من هاي الرسومات، من هاي الأعمال اللي وصلت قبلي وعرفت عني وعن ثقافتي وعن بلدي قبل ما حتى أنا أوصل. فلهيك كتير مهم إنه يكون للفنان حضور واقع وحقيقي في المنصات الدولية والعالمية. ولهيك أنا دائما بحاول إنه أنتهز أي فرصة فيها مشاركة دولية وأقدم عليها وأشارك فيها. ودائما بآمن إنه إحنا بس نحاول ونعمل اللي علينا، ودائما كل شيء فيه خيرة ربنا راح يختار لنا إياه. براء، أنت فنانة رائعة متكاملة. شغفك وحبك والضعف اللي عندك إياه اللي عم يطلع منك قوة فيه، عم بتأرجي العالم كلياته إنه الأمل منه مجرد كلمة إنما موقف. وهيدا الحلو فيك.
هالبوزيتيفيتي اللي عندك اياها وهالابداع اللي عندك اياه عم بيأرجي العالم عن صمودك وعن املك لمستقبل احسن، ويعطيكي الف عافيه. بالنسبة لي كل شيء حكيته هو عن جد صادق جدا، وأنا بالنسبة لي هذا منهج حياتي اللي أنا بمشي عليه، مش مجرد شعارات أو هيك مجرد حكي. وكثير مبسوطة إنك سمعتيني، وإنه الناس رح تسمعني كمان من خلالكم. تاخذي العقل، وكثير سمعت لك مبسوطة واستمتعت، وما كنت عم بحكي كثير لاني هالقد كنت مبسوطه بكل الاشياء اللي عم تحكيها. يعطيكي الف عافيه براء.